اي واحد من المسؤولين في الجزائر الان راهو يستنى في الضربه وين تجيه. ما كاش اليوم راك شيكور، غدوه راك في الحبس. هذا المشكل لن يصنع دولة قوية. إذا كان ما كانش ثقة وما كانش أمن وأمان وما كانش استقرار ما نجحوش. فشلنا فشلا ذريعا في التسيير السياسي، في التسيير الرياضي، في التسيير الثقافي، في التسيير الفني، في التسيير الاقتصادي، وفي التسيير الاجتماعي. أطفال أبرياء يموتوا في السجن. اقتصاد الناس مشتاقة زوج رود للسيارة نتاعو، مواطن مشتاق زوج رود. عندنا 6 سنوات مازلنا عايشين في أزمة نتاع سعر البنان، مازال ما خرجناش من مشكل البنان. هاو البنان طلع، هاو البنان هبط، هاو كذا مازلنا ما كاش استقرار. ما عندناش استقرار. 6 سنوات احنا هاي تحرقت، هاي شعلت، هاي التريستي راحت، هاو الماء ما كانش، هاو البنان نقص، هاو كذا، هاو الدخان ما كانش، مالبورو وصل 70,000، هاو المدير في الحبس، هاو دخل فلان. لا يوجد استقرار. هاو قائد الدرك الوطني والحاج في الحبس 20 سنة حسب ما يقولوا، هاو مدير المخابرات في الحبس، هاو مدير الشرطة في الحبس، هاو مدير الأمن العسكري في الحبس، هاو الوزير الفلاني في الحبس، هاو الوزير الأول ممنوع من مغادرة التراب الوطني، هاو الوزير اللي قبله في الحبس بدوي، هاو رئيس الحكومة اللي قبله حد اسمه سلال في الحبس، هاو يعني لا يوجد استقرار. الناس كل واحد راه مريح اللي يقوم واللي راهم يحكموا الآن تبون والحاشية كيف راهم ينتظروا في الحبس. تبون راهو ينتظر في الحبس، هو شخصيا راهو ينتظر انه في لحظه من اللحظات يديروا له انقلاب، والدليل انه جاب الاف بي اي تعس عليه. نعم، اف بي اي الان جاوا للجزائر بصفه رسميه. هما الاف بي اي من عام دقيوس كاينين، ولكن ما كانش صفه رسميه. الان جاي بصفه رسميه، يقدر يلبس لاتوني ويقدر يمشي بسياره اف بي اي ويقدر كذا ويقدر كذا. لماذا؟ علاه؟ لأنه الرئيس تبون في هذه الفترة يخاف على نفسه ويخاف على الحاشية تاعو. إذا حب يخوف الشعب الجزائري وحب يخوف حتى الشنقريحة والجيش، وقال الاف بي اي راه معايا، الملكة راهي معايا، تحبوا تلعبوا لي راي ولا تحبوا كذا ولا كذا ولا ديروا لي كذا كذا، هاني جبت الاف بي اي بالاتفاق مع أمريكي. ودخول الاف بي اي إلى الجزائر هو تمهيد لفتح قاعدة أمريكية في الجزائر. دو من عندي اف بي اي في الجزائر هو تمهيد. خلال سنة أو سنتين سنسمع قاعدة أمريكية في الجنوب، قاعدة أمريكية في الجنوب سواء، ونسمعوها لأنه حتى يخبوها علينا الخبر والإصوار والوطن وكذا، الجرائد الجزائرية الخبر والإصوار سيرتوا اللي تابعين المديرية الإعلام حتى يخبوها علينا. أمريكا ما تخبيش، يقول لك أنا فاتحين كما الاف بي اي ما قالناش في الجزائر. الاف بي اي فتحوها في الجزائر، ما سمعناهاش من جريدة الخبر ولا من الإصوار، سمعناها منين؟ من أمريكا. كيف فضحونا امريكا؟ قال لك انا فتحنا السفاره، قال فتحنا اف بي اي، خرجت لنا الخبر بالبند العريض اف بي اي في الجزائر. على ما قلتوش قبل ما يقولوها، فضحوكم خرجتوا تقولوا. لانه لو كان امريكا السفاره الامريكيه لم تعلن عن فتح مكتب الاف بي اي في الجزائر والله ما نسمعوه، والله ما نسمعوها لعند قيوس، ما نسمعوهاش. اذا نعاود نرجع لتوفيق بن ناصر، قال لك انه واحد ما هو مأمن على روحه، بالفعل واحد ما هو مأمن على روحه. العرباوي الوزير الأول لحد الآن ممنوع من مغادرة التراب الوطني، ما يخرجش، ما يتنفسش. وأي وزير، أنا قلت لكم اليوم خرج قرار، معلومات من رئاسة الجمهورية، اليوم خرج قرار ممنوع الوزراء أنهم يخرجوا من التراب الوطني، ممنوع في هذه الفترة. ما كانش لا عطلة ولا خروج إلا اللي عنده تصريح رسمي باين، اما باش تخرج رد بالك، لانه خايفين في هذه الفتره كما واحد يسلها يورو. اذا ممنوع، اللي راهم في الجزائر ممنوع يتحرك. اذا واحد ما هو مأمن على روحه. اليوم راك وزير علي عون، اليوم راك شيكور الشوكر وراك موقف وكذا، الان راهو في الحبس مرمي. علي عون كان باربو، كان كما يقول لك كان شيكور في الحكومه، هاو مرمي في السجن. ثانيا، عندما نقول الاف بي اي معناتها تساوي الموساد، لان الموساد والاف بي اي شركه واحده، هي نفس دوله واحده.
قبل إذا تتذكر قلت لكم إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي هو ولاية من الولايات المتحدة، ولاية نعم فقط بعيدة. أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية عندها ولاية خارج أمريكا اسمها إسرائيل، ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا مكتب الموساد جزء لا يتجزأ من الاف بي اي أو من لاسيا، المهم المخابرات الأمريكية، لأنه حتى إسرائيل عندهم الموساد وعندهم الشباك وعندهم مخابرات الداخلية والخارجية وعندهم. إذا اف بي اي يساوي الموساد. ما دام عندنا اف بي اي في الجزائر بصفة رسمية معناتها عندنا ضباط الموساد يعطوا معلومات. لماذا اف بي اي هذه في الجزائر في البيار قريبة لسكن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قريب ليه مكتب الاف بي اي جديد بينه وبين الرئيس تبون 100 متر. علاش نقول لكم 100 متر؟ لانه الاف بي اي درك تكون بصفه رسميه. بكري كانت عنده اجهزه تنصت والتجسس سريه، عندهم ميكروات وعندهم رادارات وعندهم ديك بارابول وعندهم كذا كذا، بصح ماهمش مديكلارين. الان يديكلاري، يجيب لك قصعه قد بالحملاوي يحطها لك ثم قدام الفيلا مقر السفاره الامريكيه وقدام مكتب الاف بي اي عادي. معناتها كل ما يحدث في جوار اف بي اي راهو عندهم، مكالمات الرئيس، تحركات الرئيس، ذبانة الرئيس، خنفوسة الرئيس، وردة الرئيس، فراشة الرئيس، كل شيء عند الاف بي اي. انا نعاود نقول انه الاف بي اي اليوم في الجزائر من اجل تخويف المواطنين الجزائريين، ردوا بالكم امريكا راهي مع تبون الاف بي اي، وتخويف للجيش شنقريحه. قال شنقريحه رد بالك تحل فمك، تحب تلعب شويه بذيلك وتحب تخوف تبون كذا، الاف بي اي معاه، امريكا راهي معاه. وبالتالي اليوم مادام الاف بي اي في الجزائر بعد اشهر وقبل نهايه عهده تبون الثانيه راح تكون قاعده امريكيه. اذا قرر الرئيس تبون الترشح لعهده ثالثه ستفرضه الاف بي اي والقاعده الامريكيه. امريكا والاف بي اي راح يفرضوا تبون لعهده ثالثه. في العهده الثالثه اذا قعد تبون، واذا ربي يطول في الاعمار، طيل طايله وتحمل قايله، العهده الثالثه ستكون عهده التطبيع مع اسرائيل. نعم، اذا بقي الرئيس تبون رئيس الجمهوريه تعطز ورشاد حجره في يدي واللي يحب يهرول، هذه كلها راح تروح في نقص واحد وسنطبع مع اسرائيل. واحد يقول لي بزديره وعلاش تقول هذا الكلام؟ لانه قبل عامين اذا كتتذكروا كنا نسبوا في رئيس وزراء اسبانيا، كانوا يقولوا له خيس وما يسواش وكلب، خذوه الصحافه الخبر والاسوار وكذا، كانوا يسبوا في رئيس الوزراء الاسباني اللي هو نفسه هذايا بيدرو، يا اخي هو نفسه اللي قال باللي الصحراء مغربيه، وسبيناه وشتمناه وقطعنا العلاقات وكذا حبيبي حنوني البليدي وش راك بخيرك؟ ماذا تغير؟ هل بيدرو هذايا تنازل عن اقواله ومواقفه وقراراته؟ لا، ما تنازلش، مازال يقول بلي الصحراء مغربيه وما زالوا في نفس رايه وما بدلش. اذا ماذا تغير؟ احنا اللي تغيرنا، احنا اللي تنازلنا، احنا اللي طبعنا، احنا اللي هبطنا السروال، احنا اللي ركعنا. هذه الحقيقه، هذه الحقيقه. ماذا تغير حتى اصبحنا نرحب ببيدرو اللي جا قعد 3 سوايع في الجزائر، 3 سوايع قضى صوالح ودى اتفاقيات وزاد في الغاز، زاد في كميه الغاز ونقص في السعر وقلع.